السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم النهارده في فيديو جديد من سلسلة زكاة العلم نشره، السلسلة اللي بنجيب فيها أبرز الطلبة في البروجرامز والمنح والمسابقات عشان نستفاد منهم. النهارده حلقة مختلفة شوية لأن احنا زي ما انتم شايفين مفيش جيست معانا، مفيش سبيكر. أنا السبيكر بتاع الحلقة. الحمد لله دخلت امتحان التوفل من أسبوعين بالظبط. وجبت 6 من 6، اللي هو المفروض اللي 18 من 20. فهاجي اكلمكم عن الامتحان شويه، ويعني اشرح لكم الشكل الجديد بتاع الامتحان وازاي تقدروا انتوا تجهزوا له، ويعني تجربتي اصلا في الامتحان الجديد. فيلا بينا نبتدي. امتحان التوفل الجديد هو مبدئيا اصلا ايه؟ اوكي، مبدئيا ايه التوفل؟ التوفل ده امتحان اختصاره هنا تيست اوف انجلش از فورين لانجوج. معناها ايه؟ ان انت كطالب من بره امريكا انت بتمتحن التوفل عشان يعني الجامعات اللي انت بتقدم عليها او الحاجه اللي انت بتقدم عليها تعرف ان انت يعني عندك الفهم الكافي للغه الانجليش، ان انت تقدر انت تتعامل هناك في الدوله ديت او في الجامعه ديت. فالامتحانات الاساسيه بتاعت الانجليش بتبقى التوفل والايلتس والدولينجو. التوفل والايلتس هم معروفين في كل انحاء العالم، يعني في اي جامعه هتروحها او في مثلا ماجستير او دكتوراه هتروح تسال عن الامتحانات ديت او ان انت تمتحنها، عادي كل الجامعات بتقبلها. اما الدولينجو بيبقى على حسب الجامعه وعلى حسب انت عايز تخش ايه، يعني لو عايز تخش كطالب اصلا جامعي بس، ولا لو عايز تبقى تحضر ماجستير او دكتوراه، كل ده بيختلف، وجامعات كتير الصراحه مش بتقبله. فانا النهارده جاي اتكلم على التوفل لان انا بصراحه كنت شايفه احسن اختيار ما بين الثلاثه، وهقول ليه يعني قدام. ايه بقى اللي اتغير في الامتحان بتاع التوفل؟ امتحان التوفل مبدئيا بقى اقصر، بقت الاسئله ليها علاقه اكتر بالاسئله اللي هتقابلها في الحقيقه. يعني مثلا انت بتتكلم مع حد بقى على الواتساب مثلا او في الحقيقه، مش هيبقى الحاجات يعني ليها علاقه بتعاملاتك في الحياه، مش بس ان هو امتحان انجلش اكاديميك. فالامتحان كان في الاول ايام زمان كان فوق الساعتين، دلوقتي هم خلوه ساعه ونص، وممكن يبقى اقل على حسب طبعا انت يعني سرعه الحل بتاعتك. فهنتكلم بقى ليه اصلا عملوا كده. مبدئيا هم عايزين يخلوا الامتحان ان هو يبقى شبه الحاجات اللي انت هتقابلها في الحياه زي ما انا قلت، مش ان انت بس بتقرا ايسي 1000 كلمه او 700 كلمه وبتحاول تطلع منه اللي استفدته. لا، انت دلوقتي بقى بتقرا حاجات مثلا زي تشات مثلا ما بين حد وتاني، ايميلز مثلا، كونفرزيشنز، كل الكلام ده انت دلوقتي بتسمعه او بتقراه عشان تقدر انت تطلع منه معلومات. فده يعني حاجات من اللي هتشوفها في الحقيقه. السكورينج بقى اسرع لان الامتحان اصلا بقى اقصر. فانت بدل ما كان السكور مثلا بيطلع لك في اسبوع او اكتر، دلوقتي بقى بيطلع لك في 72 ساعه بالظبط. فده من الحاجات المفيده جدا، بالذات لو انت مثلا مستعجل على السكور بتاعتك او عندك ديدلاين يعني لازم تقدم فيه. كمان زي ما قلت ان السكور اتغير بقى من اللي هو ال 120، من 0 ل 120 بقى دلوقتي من 1 ل 6. ده عشان يبقى يعني مع السكيل بتاع حاجه اسمها السي اف ار. هما السكيل بتاعهم برضو من 1 ل 6، وده بيبين الليفل بتاعك في الانجليش، يعني اللي هو من A1 ل C2. نتكلم بقى على كل موديول وايه اللي اتغير فيه. مبدئيا الامتحان نفسه كالموديولز اتغيرت. انت دلوقتي بقى عندك في الريدنج بقى عندك 2 موديولز، بقى عندك الموديول الاولاني دون، وعلى اساسه يعني انت مثلا حليت في الموديول الاولاني دون كويس جدا، فالموديول الثاني بيجي لك اصعب، ولو حليت وحش بيجي لك موديول تاني اسهل. حد هيجي يقول لك طب ليه ما حلش مثلا في الموديول الاولاني ده وحش بعدين نحل في التاني كويس وهجيب سكور اعلى؟ لا، هي ما بتتحسبش كده، واكيد يعني هم بيبقوا فاهمين حاجه زي كده. انت لو حليت في الموديول الاولاني وحش اصلا مش يعني مش هيدوك الفرصه ان انت تجيب سكور حلو. خلاص، انت ما دام حليت وحش في الموديول الاولاني يبقى ادوك موديول تاني صح سهل قصدي. هيبقى بالنسبه لهم انت خلاص كده اخرك مثلا في السكور هيبقى مثلا 3 ونص 4 على حسب اللي هم يعني حاطينه بالظبط، لان الحاجات ديت مش بتبقى معلن عنها. بس لو حليت كويس في الموديل الاولاني بيفتح لك المجال ان انت تجيب عادي 6 مثلا من 6 في الموديل. فالتاسكس دلوقتي اللي موجوده عندنا كومبليت ذا ووردز. كومبليت ذا ووردز ديت ان انت بيبقى عندك زي باراجراف مثلا من 70 ل 100 كلمه، وبيبقى فيه كلمات ناقصه. يعني مثلا بتبقى الكلمه ناقص منها 3 4 حروف. ممكن حتى افتح لكم تاسك او افتح لكم حاجه من الحاجات ديت. ده مثلا من الاكزامبل ستات كومبليت ذا وورد. فانت بيبقى مثلا عندك حرفين من الكلمه وانت المفروض تكمل باقي الحروف اللي في الجمله. انت بيبقى عندك يعني من ده بيبقى عندك 2 في الموديول الاولاني وواحد في الموديول الثاني. ده مبدئيا كده ده اول تاسك عندك. تاني تاسك اللي هو ريد ان ديلي لايف.
ريد ان ديلي لايف ده اللي هو زي ما انا كنت بقول، حته بقى ان انت بتقرا حاجات مثلا زي تشات الواتساب مثلا، او تشات ما بين طالب وطالب تاني، او بين مدرس وطالب، اي حاجه تحاول ان انت تستخرج منه معلومات. او مثلا ان انت بتقرا ايميلات اتبعتت مثلا من حد للتاني او كده يعني. فبرضه ممكن اوريكم زي مثال لحاجه زي شبه كده. ده شكل الريد ان ريل لايف، او الريد ان ديلي لايف. بيديك مثلا حاجه شبه كده، اللي هو مثلا ده نوتس، او اللي هو يعني زي تحذير او مش تحذير، بس بيقولوا لك مثلا اعمل كذا. هنا مثلا بيقول لك ان انت تساين اب فور بيبرلess بيلينج، ده حاجه لها علاقه بالبنوك وكده. فانت بتحاول بقى ان انت تطلع يعني معلومات من خلال الكلام ده. يعني مثلا هنا بيقول لك what type of business issued notice، يعني ايه البيزنس او ايه الحاجه اللي هتبعت لك ايميل زي ده مثلا. فدي من الاسئله اللي موجوده. عندنا اخر تاسك واللي هو الريد ان اكاديميك باسج. الاكاديميك باسج ده بيبقى اللي هو بقى اللي شبه التوفل القديم شويه، من ناحيه ان هو بيبقى باسج طويله شويه. بس هي برضو ما بتبقاش بالطول بتاع الباسجز القديمه. هو بيبقى هنا 200 كلمه، بتبقى حاجه شبه كده، وبتبتدي بقى ان هو يديك اسئله عنها شبه الاكزامبل اللي هنا مثلا. ده كله طبعا يعني من موقع اي تي اس، اللي هم بتوع التوفل. فدي كلها حاجات موجوده على النت عادي. برضو دي اكزامبل ثانيه. هنخش بقى بعد كده على الليسننج. الليسننج برضو بقى اقصر واختلف شويه. احنا دلوقتي بقى عندنا listen and choose a response، و listen to a conversation، و listen to an announcement، و listen to an academic talk. اول واحده اللي هي listen and choose a response ديت، انت بتسمع زي جمله من حد، وبتبتدي انت تحاول ترد عليها. فبتختار يعني واحده من اربع ردود بيبقوا محطوطين قدامك. مثلا ممكن نحاول نبين حاجه زي شبه كده. هو بيبقى ده شكل البيج يعني. فهي اللي هنا دي بيبقى فيه زي ساوند تتكلم، وانت بقى بيبقى عندك من اربع ردود ممكن تختار رد منهم ان انت تجاوب عليه للحاجه اللي هي قالتها بقى. ده ممكن يبقى سؤال، او هي قالت حاجه مثلا، فانت بترد عليها بحاجه. listen to a conversation ده اللي هو اتنين بيتكلموا، وانت بتحاول انت تفهم كل اللي اتقال في الكونفرزيشن ديت. ودي بتبقى حاجات قصيره جدا، يعني مثلا اللي هو مثلا حد نسي ان هو عايز يروح السوبر ماركت مثلا، زي في الاكزامبل فبتبقى حاجات قصيره جدا، بس بيبقى في يعني زي مين ايديا انت المفروض بتفهمها، وشويه تفاصيل كده صغيره برضو المفروض ان انت بتحاول تستخرجها. في الحته دي بالذات اكتر حاجه يعني بحب ان انا اعملها ان انا يبقى دايما معايا ورقه وقلم، وابتدي اكتب كل حاجه. ابتدي وانا بسمع الكلام اصلا اكتب كل واحد قال ايه يعني حتى لو مش هكتب الجمل كلها، لان ده طبعا ما بيبقاش في وقت للكلام انت بتبقى تسمع الحاجات ديت مره واحده وما تقدرش تعيدها. فانا بكتب كلمات صغيره جدا بس تفكرني بكل واحد قال ايه. فعشان لما اجي احل بقى الاسئله اقدر ان انا احل بسهوله يعني، ومن غير ما اتلخبط. وبيبقى على كل كونفرسيشن في سؤالين. بعد كده عندنا listen to an announcement. دي شبه شويه الكونفرسيشن، بس الفرق ان هو بيبقى حد واحد بس وجاي بيتكلم لمده مثلا 30 ثانيه، يعني لمده فتره معينه. ما بتبقاش طويله، بتبقى زي ما مكتوب هنا مثلا من 40 ل 85 كلمه. وبيبقى بيتكلم عن حاجه معينه، مثلا بيقول لك ان مثلا المبنى الدراسي مثلا مقفول النهارده، مثلا بيبتدي يشرح لك ليه، ومثلا ايه اللي ممكن تروح له مكان تاني تروح له مثلا لحد ما يتفتح، حاجات زي شبه كده مثلا. فانت بتعمل نفس الحاجه في ان انت بتكتب كلام اللي انت فهمته، او الكلام اللي انت سمعته. او ده بالنسبه لي يعني اللي نفع معايا جدا. بكتب كل حاجه بحيث ان انا لما اجي احل خلاص انا عارف مثلا الانونسمنت دي بتتكلم عن مين، انا عارف كل التفاصيل، او حاجات تفكرني بالتفاصيل. فالموضوع بيبقى سهل جدا. الاكاديميك توك ده بيبقى يعني انا شايفه طبعا اصعب تاسك في الليسننج. وهو مش صعب، بس هو طويل شويتين، لان يعني بيبقى فيه زي مدرس بقى او كده بيتكلم عن حاجه اكاديميك. يعني مثلا حاجه في واحده من المواد العلميه مثلا، او حاجه علاقه بالتاريخ، او حاجه من الحاجات ديت، وبتبقى من 100 ل 250 كلمه. برضه بنفس النظام. هو الليسننج كله شبه بعضه جدا في النظام، ان احنا بكتب الكلام، بحاول ان انا استفاد على قد ما اقدر من الوقت اللي هم مديهون لي ان اسمع وانا بكتب. يعني حاجات صغيره جدا اللي تتكتب. ومن الحاجات دي بفتكر بقى ايه اللي اتقال في التوك. فزي ما احنا شايفين هنا مثلا، دي كانت بودكاست عن السيكولوجي. ممكن لو حد عايز يعني يسمع كل او يقرا كل ويبتدي ان هو يفهم منه. وتبقى الاسئله شبه كده. ده من ناحيه الليسننج.
عندنا بعد كده الرايتنج. الرايتنج اختلف جدا لان الرايتنج بقى قصير. ومشكله الرايتنج او الحاجه اللي فعلا بتلخبط ناس كتير ان الرايتنج دلوقتي التايم اللي مدينهم لك عشان تجاوب فيه السؤال قليل جدا. مبدئيا احنا عندنا بيلد سنتنس. بيلد سنتنس ديت ما بيبقاش فيه تايم لكل جمله، بس انت بيبقى عندك في حدود ال 10 دقائق ان انت تجيب الجمل كلها. فهنا مثلا بيبقى يعني اكزامبل اللي بيبقى باين قدامك ان احنا بنوصل بس الكلمات. يعني احنا مثلا عندنا جمله هي وفي فراغات وفي الكلمات اللي تحت ديت، انا بوصل الكلمات اللي تحت في الفراغات بتاعتها. فده بيبقى تاسك واضح، ويعني الى حد ما بتحاول انت تقفل التاسك ده لان هم بيدوا عليه درجات كتير. فبتحاول انت ما تغلطش فيه بحيث ان انت يعني تسيف الغلطات ديت مثلا لحاجات اصعب زي الايميل او الرايتنج اللي هتكتبه بعد كده. ده بيبقى تاسك لحد ما هو الايميل بقى. انت بيبقى مدينك 7 دقائق في ان انت تكتب ايميل. بيبقى قايل يعني بيبقى قايل لك ايه الكونتكست بتاع الايميل، مثلا ان انت طالب مثلا بتكلم الدكتور بتاعك او اي حاجه. يعني هما بيبقى شارح لك زي هنا مثلا، اللي عايز يقرا ممكن يقرا. وبيبتدي بقى يقول لك حاجات انت لازم تعملها. يعني دي ال3 نقط دول دي حاجات انت لازم تتكلم عنها، ما ينفعش ان انت ما تتكلمش عنها. فبنبتدي ان احنا نخلص الموضوع ده او نفهم الكلام ده، ونبتدي ان احنا نكتب. الكتابه دي بتبقى بقى من 100 ل 120 كلمه. ده يعني الرينج اللي ما ينفعش تقل عنه. ممكن تزيد عن 120، ويعني انا شايف ان الاحسن ان انت تكتب كتير لان الكتابه كتير مش هتخسرك حاجه. وفي الايميل بالذات انا شايف ان من الحاجات المهمه جدا في الايميل ان انت تبقى فيه زي مقدمه انت حافظها او حاجه انت عارف ان انت هتخش تقولها على طول، مش ان انت لسه داخل بقى تفهم كل حاجه وتبتدي انت ترتجل من الاول. يعني مثلا في الايميل احنا لو جينا مثلا فتحت هنا وورد، عندي في الايميل انا مثلا ببتدي بدير مثلا اكس واي زد. ده انسان بعدين بقى يعني اي هوب يو ار دوينج ويل مثلا، واي واز رايتنج كذا كذا كذا. عشان يعني بقى بكتب الايميل ده ليه. دي اساسيات. يعني ده حاجات اللي هو انا اصلا اول ما بشوف التاسك عن ايه ببتدي ان انا اكتب الكلام ده وانا بقرا التاسك بحيث ان انا اختصر في الوقت، لان زي ما قلت انا معايا 7 دقائق بس. عايز على قد ما اقدر ان انا احافظ على الوقت بتاعي وما اضيعوش في الحاجات اللي في الاول دي. انا الحاجات اللي كانت بتنفع لي جدا في الرايتنج او اللي ساعدتني في السكور بتاعي ان انا كنت بقسم الرايتنج بتاعي ل4 باراجرافات. اول باراجراف كان اللي هو المقدمه المحفوظه ديت اللي هي I hope you are doing well مثلا او اي حاجه من الحاجات ديت. وانا ليه اصلا بكتب الايميل بتاعي، يعني ايه سبب كتابه الايميل. ده بيبقى اول باراجراف. بعد كده بقسمه للتاسكات بقى المطلوبه مني. يعني مثلا ده بيبقى باراجراف لوحده، ده بيبقى باراجراف لوحده، وده بيبقى باراجراف لوحده. وفي الاخر خالص بقى بتكتب حاجه زي thank you for your time and consideration مثلا او اي يعني شكر مثلا للحد اللي بيقرا. وبتكتب مثلا best regards واسمك في الاخر اللي هو بيبقى يعني خلاص انا دلوقتي كتبت الايميل بتاعي خلاص. بعدين بيبقى عندي best regards تحت والاسم بتاعك. فده بيبقى شكل الايميل. انا هنا المفروض ان انت بتقعد تقسم زي ما قلت ال4 باراجرافات بتاعتك وبتبتدي انت تكتب بطريقتك. اهم حاجه في الايميل او الحاجه اللي بيركزوا عليها جدا حته ان انت تبقى بتستخدم اللانجوج بتاعت يعني الاكاديميك لانجوج او البولايت لانجوج. ان مثلا ما اقولش لو انا بطلب مثلا حاجه ما اقولش I want كذا كذا كذا. لا، هتبتدي ان انت تحاول يعني تطلب الموضوع بطريقه الى حد ما مؤدبه. اللي هو مثلا نفترض ان انا عايز مثلا اطلب آه ان حد يمد لي مثلا ديدلاين بتاع حاجه. مش هتكتب مثلا I want an extension to my deadline مثلا او I want to extend the deadline. هتكتب I was wondering if I could get an extension on my deadline. اللي هو يعني انت بتحاول انت على قد ما تقدر تبقى اللغه اللي انت بتستخدمها اللي هو يعني مؤدبه او لغه اكاديميك. لان ده اللي بيبقى مطلوب في الايميلات او لما انت بتيجي تكتب ايميل في الحياه الطبيعيه ده اللي بتعمله. فده من ناحيه الايميل. انا شايف ان انت لو فعلا قسمت الايميل زي ما قلنا وكتبت ال 120 كلمه او اكتر، كل ده بيخليك يعني ان انت يبقى سهل جدا ان انت تقفل الحته بتاعت الرايتنج. عندنا بقى اخر تاسك في الرايتنج وهو الاكاديميك ديسكشن. الاكاديميك ديسكشن ده الى حد ما قريب من الايميل، هو بس قريب في حته ان انت بتكتب بس. يعني بيختلف بقى في حاجات تانية. عندك مبدئيا بيبقى 10 دقائق. 10 دقائق ديت بيبقى في بروفيسور
وفي اتنين طلبه. حلو. انت المفروض انت تكتب، يعني هم كاتبين هنا انت المفروض تكتب 100 كلمه. انا شايفه ان انت تكتب من 130 ل 150، ده رينج كويس جدا في حاجه زي دي. اللي بيحصل ايه؟ ان مثلا احنا بنبتدي نتكلم على توبيك معين، البروفيسور بتاعك هنا بيشرح ايه التوبيك، او بيبتدي بقى ان يقول لك التوبيك ده عن ايه. ف يعني هنا خلاص اتكلم عن التوبيك، وبيقول لك بقى السؤال تحت. مثلا هنا السؤال: should high school students be required to do volunteer work, why or why not. فانت خلاص فهمت من الجمله ديت ايه الهدف بتاعك في التوك دون، او ايه اللي انت المفروض تتكلم عنه. فهنا بيبقى فيه اجابات اتنين من الطلبه. فمثلا دايما هتلاقي ان طالب بيبقى مع الحاجه وطالب تاني ضد الحاجه. فانت بتبتدي ان انت تكتب الريسبونس بتاعك على الاساس ده، يعني بتكتب انت رايك ايه، وبترد على الطلبه اللي اتكلموا دول. انا شايف ان في الحته ديت، او الحاجه اللي كنت بستخدمها وانا بكتب، ان انا برضو بقسمه لباراجرافز. بقسم ثلاثه باراجرافز. اول باراجراف اللي هو انا شايف ايه، يعني ايه رايي في الموضوع دوت. خلاص انا كتبت رايي، بعد كده ببتدي على الراي اللي انا بدعمه، الشخص اللي انا بدعم رايه او اللي هو رايه شبهي. ببتدي اقول ان رايه كويس وازود على الراي بتاعه. يعني مثلا هو قال واحد اتنين تلاته، فانا هقول الشخص ده قال واحد اتنين تلاته وانا ادعم جدا الموضوع ده. وفي حاجات تانية ممكن ازودها على اللي قاله عشان يحسن ال يعني الارجيومنت او الحاجه اللي هو قالها. ده بيبين ان انت دخلت في الكلام مع الناس وفعلا يعني زودت للدiscussion اللي اتعملت. وتالت باراجراف بيبقى الشخص التاني بقى، الشخص اللي انا مش متفق معاه في الرأي. ببتدي اقول انا مش متفق معاه لواحد اتنين تلاتة. وطبعا يعني بيبقى بطريقة برضو مؤدبة او طريقة كويسة، ما بقولش لا الشخص ده غلط، او الشخص ده مش فاهم، او الشخص ده كذا. لا، بقول مثلا الشخص ده يعني انا فاهم هو بيقول كده ليه، بس انا رأيي ان احنا نعمل حاجة تانية، او ان انا اتكلم بقى عن رأيي. فهنا مثلا ده من السامبل الريسبونسز. هنا هو يعني مش مقسمها قوي الباراجرافز، او يعني مش عاملها باراجرافز كالفورماتنج نفسه. انا بحب اسيب مساحات بس عشان يبقى اللي بيقرا يعني بيبقى مريح اكتر عليه. وفي الاخر الدوام بيبقى يعني حاجات كلها يعني ترجع للشخص اللي بيكتب. يعني انت مش لازم تعمل اللي انا بقوله بالظبط، بس ده اللي كان بينفع معايا، وده اللي كنت انا بستخدمه في الامتحان بتاعي. عندك بعد كده اخر حاجه اللي هي السبيكنج. السبيكنج هو تاسكين. اول تاسك اسمه listen and repeat. ده هو بيبقى بيديك زي جمل، وانت المفروض انت الجمل دي بتقولها تاني بس كده. فالجمل بتبقى اطول يعني مع الوقت. هو بيبقى مديك 11 جمله. ال 11 جمله مثلا احنا ممكن نشوفهم هنا. عندك اول جمله بتبقى حاجه قصيره جدا، بتبقى مثلا خمس ست كلمات. كل جمله بيزود كلمه او اتنين او ثلاثه. ففي الاخر خالص بتلاقي ان الجمل بقت طويله شويه. في التاسك ده انا بشوف ان احسن حاجه ان انت تعملها ان انت مبدئيا تفهم الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. هو بيبقى فيه زي صوره بتبين لك هو بيتكلم عن ايه. يعني هنا الصوره هنا دي حديقه حيوان، وهو مثلا هتلاقيه بيتكلم في الحاجه اللي انت المفروض هتعيدها. هتلاقيه بيتكلم عن الحيوانات ديت. فانا بحاول ان انا ابص على الصوره ديت، والكلام اللي هو بيقوله افضل اقوله في دماغي، يلا افضل اقوله في دماغي لحد ما يجي اللي هو الصوت ان انا اتكلم. فانا طول ما الكلام في دماغي وانا شايف اصلا انا المفروض اقول ايه، صعب جدا ان انا اتلخبط او انسى. وحتى لو اتلخبطت او نسيت، ما تسكتش. يعني ما مش انا مثلا نسيت الكلمه خلاص بقى اسكت والسؤال يروح عليا. لا، حاول ترتجل جمله شبهها مثلا. حتى لو خلاص الجمله يعني مفيش خلاص مش جايه خالص، سقط الكلمه ديت وكمل الجمله. اما ما تسكتش خالص، لان انت ما دام سكت او ما دام ما كملتش الجمله خلاص الدرجه راحت عليك. فيعني حاول على قد ما تقدر انت دايما تبقى بتتكلم حتى لو مش مظبوطه 100%، بس انت تاخد مثلا نص الدرجه او ثلاث ارباع الدرجه احسن ما تاخدش حاجه خالص. اخر تاسك معانا هو التيكن انترفيو. التيكن انترفيو ده بيبقى تاسك يعني اسمه واضح. انت بيبقى عندك اربع اسئله انترفيو، المفروض انت بتجاوب عليها في 45 ثانيه. التاسك ده بقى بيختلف، يعني هو بيديك توبكس كتير جدا. مثلا ممكن تشوف هنا ده توبيك من التوبكس، او ده اكزامبل للانترفيو. اللي حابب يقرا ممكن ان هو يقعد يقرا. بس انا هقول اللي انا شايفه احسن طريقه للاجابه بتاعت الاسئله ديت، وان انت ازاي تعلي السكور بتاعك. مبدئيا انت معاك 45 ثانيه. في اي يعني حاله من الحالات اياك تقل عن ال 45 ثانيه في الكلام. تفضل تتكلم ال 45 ثانيه. ما حاول على قد ما تقدر انت ما تسكتش، ما تهتهش في الكلام. ما تقعدش مثلا اللي هو طيب.
ما تعملش كده. حاول قد ما تقدر انت يبقى كلامك متناسق، وان انت تفضل تتكلم طول الفتره. حتى لو انت شايف ان الكلام مش احسن حاجه، انت مثلا بتعيد شويه في الكلام، احسن من ان انت تسكت خالص. افضل اتكلم ال 45 ثانيه، ودون اصلا يعني الى حد ما بيضمن لك سكور كويس في الحته دي. ومن احسن الحاجات اللي انا بشوف ان انت تعملها في الاكسرسايز دون، او في السؤال دون عشان انت تقدر تتكلم كتير، ان على حسب السؤال. يعني هنا مثلا uh, I'd like to think of back to the last time you visited a city in your country, or a city that you didn't live in. حلو. انا ببتدي ان انا اقول مثلا يعني مقدمه عن ايه ايه اللي بحبه في السفر مثلا بره او كده. فده بيديني مبدئيا وقت ان انا اتكلم. يعني انا خلاص مثلا ضيعت 10 ثواني في ان انا بتكلم عن السفر بره، او ايه اللي بحبه في السفر بره. بعدين بقى اخش في الحته ديت على المدينه ديت. فانا بكده بشتري وقت لنفسي، وفي نفس الوقت انا بجاوب السؤال. يعني انا مثلا مش قلت حاجه مالهاش علاقه بالسؤال، لا، انا بجاوب السؤال بس بدي يعني زي كونتكست او مقدمه عن اللي هتكلم عنه. فده بيخلي الموضوع اسهل ان انا اتكلم في فترات اطول. هنا ممكن نشوف مثلا سامبل ريسبونسز. وممكن بقى ان احنا نبتدي نشوف ده يعني التوزيعه بتاعت السكورز او شكل السكورز. حلو. بيبقى عندك من واحد لواحد ونص، ده بيبقى A1. من اتنين لاتنين ونص A2. من تلاتة لتلاتة ونص B1. من أربعة لأربعة ونص B2. C1 بتبقى خمسة خمسة ونص. C2 بتبقى مثلا. دي التوزيع بتاعتها على النظام بتاع CEE FR. عندك التوزيع بتاعتها بقى للتوفل القديم، بتبقى ده شكلها. لو حد حابب يبص عليها مفيش مشكلة. أهم حاجة في امتحان التوفل، أو اللي أنا بحسه مختلف جدا عن امتحان التوفل ده وامتحان الايلتس. مبدئيا امتحان التوفل بقى بالنسبه لي انا كعمرو شايفه ان هو بقى اسهل بكتير من السنين اللي فاتت، واسهل بكتير من الايلتس. هو امتحان اقصر بكتير، امتحان معتمد اكتر على يعني فهمك، مش بس على ان انت تبقى بيرفكت في اللغه. هو معتمد على ان انت تقدر ان انت تجمع معلومات، وان انت يعني تستفاد من اللي انت بتقراه. وشايف ان هو مش محتاج يعني التحضير الصعب بتاع امتحان زي الايلتس. فشايف ان هو الموضوع اسهل. وفي نفس الوقت من المهم جدا في التوفل ان انت، انا شايف ان دلوقتي احسن وقت ان احنا يعني الناس تخش امتحان التوفل، لان هو لسه بيتعودوا على النظام الجديد. فبحس ان الامتحانات لسه مش في الصعوبة اللي هتوصل ليها. يعني الامتحانات لسه اسهل شوية من لما الامتحانات تبقى كمان مثلا سنة قدام ولا حاجة، لان خلاص هيبقى فيه اكتر من امتحان اتعمل، وهيبقى عندهم اكزامبلز كتير وحاجات من كده. لسه الامتحان دلوقتي يعني في اول مراحله، فلسه ما عملوش المواضيع دي. نيجي بقى لحته ازاي اقدر ان انا احضر لامتحان التوفل. مبدئيا بما انه امتحان يعني جديد، فلسه ما فيش ماتيريالز كتير نزلت، او ويب سايتس كتير اتعودت على الامتحان الجديد. يعني انت هتلاقي ماتيريالز كتير جدا للتوفل القديم، بس مش دايما هتلاقي للتوفل الجديد. بس انا كعمر كنت محضر دايما الماتيريالز اونلاين. مش من النوع الناس اللي بتستخدم الدروس او كده. ولقيت حاجات، هو كان متعب شويه ان انت تقعد تدور من على الويب سايتس، وكل ويب سايت مثلا بيديك امتحان واحد او بيديك مثلا تاسك واحد ان انت تحله ببلاش، والباقي كله بيبقى مدفوع. يعني انا هجمع لكم كل الحاجات ديت وهحطها في الديسكربشن. هيبقى عندكم كل الويب سايتس اللي بتحتاجوها ان انتوا تجمعوا او تحضروا، قصدي، للتوفل. وكلها حاجات ببلاش، بس يعني معظمها بتبقى حاجات مثلا بيديك امتحان واحد او بيديك عدد معين من التاسكات. طبعا لو عاوز تزود يعني تدفع او كده، دي بتبقى حاجه ترجع لك، بس انا مش شايف ان دي حاجه يعني مفيده جدا او حاجه لازم انت تعملها. وكمان في ابلكيشن هبقى احط برضو اسمه في الديسكربشن. ده بيبقى ابلكيشن للسبيكنج على الموبايل، بتنزله. هو بيبقى فيه تاسكات سبيكنج كتير جدا وتاسكات انترفيو كتير جدا، بحيث ان انت تقدر ان انت تتعود على السبيكنج وتتعود على الانترفيو جدا. وهو اصلا حته الانترفيو، او ان انا ازاي اتعود على السبيكنج بتاعي واحسنه. انا شايف ان اكتر حاجه ممكن تعملها تحسن لك السبيكنج في وقت قليل، انت تتكلم. يعني حاول على قد ما تقدر انت تفتح مثلا كاميرا، تقعد تتكلم مع نفسك كده، تقرا سؤال مثلا وتقعد تجاوبه في 45 ثانيه او في التايم ليميت اللي انت عايزه. اعمل كده وابتدي بقى ان انت تسمع الريكوردنج بتاعك. فالريكوردنج ده مثلا هتلاقي فيه ان انت مثلا كنت بتهته، ان كان في غلطات، كان في اي حاجه، هتبتدي ان انت تحاول انت في الريكوردنج اللي جاي تقلل منها.
يعني نفترض مثلا انا عملت دلوقتي ريكوردنج وخدت بالي ان انا بسكت مثلا كتير، في اوقات كتير ما بجمعش كلام في وقت كافي ان الكلام يبقى متناسق. يعني مثلا بقول جمله بعدين اسكت، بعدين اقول جمله تانيه وبعدين اسكت. بحاول في اللي جاي ان انا ابقى بحضر الجمله وانا بقول الجمله اللي قبلها، ونفضل شغالين كده لحد ما ان انا احسن كل المشاكل اللي عندي، او اتعود ان انا السبيكنج بتاعي يبقى متناسق وما يعني يفوش على قد ما اقدر غلطات. وحتى لو غلطت غلطه صغيره ما تحس يعني في الانترفيو بالذات، دي مش يعني خلاص مش ده معناه ان انت نقصت جامد او كده. انا واحد كنت قفلت الانترفيو، كان بالنسبه لي انا كنت في حته كنت مثلا اتلخبطت فيها سنه او اللي هو تهتهت فيها سنه، فعادي ممكن بيبقى بياخدوا بالهم ان في حاجات انت مش بتتهته اكتر من ان انت بس لخبطه في الكلام او كده. فدي ما فيهاش مشكله، بس طبعا ما تبقاش اكتر من مره او كده. نيجي بقى لحته الفورم بتاعت الاسئله دي، كانت نزلت على جروب ذكاء. احنا لو في حلقه يعني محتاجين فيها اسئله او كده، بنبقى نعمل فورم وان انتوا تسالوا الاسئله بتاعتكم. زي ما انتم شايفين كده الاسئله بتظهر في الحلقات، فهنجاوب شويه الاسئله بتاعتكم. مبدئيا بمتحن التوفل فين وبكام الامتحان؟ التوفل في ليه اكتر من مكان، انا كنت امتحنته في اكتوبر. الامتحان سعره مش محدد قوي، يعني هو حاليا مثلا بيتراوح ما بين ال 7000 جنيه او ال $135 لو، يعني ده السعر اللي انا كنت فاكره. ممكن يبقى اقل او ازيد على حسب يعني الوقت وكده. وبيبقى فيه ديسكاونتس كتير، احنا اصلا كنا عملنا قبل كده ديسكاونت على قناه زكاة. فلو لقيت ديسكاونت كود هحطه في الديسكربشن. السؤال اللي بعده: هل التوفل القديم اسهل ولا الجديد؟ كمان انا سمعت ان الامتحانات دي بيكون ليها مده معينه تنتهي شهاده صلاحيتها، هل ده حقيقي؟ طيب حتة المدة المعينة ديت، هل هي فعلا في مدة معينة؟ وهي المدة ديت بتبقى سنتين للامتحانات. بس سنتين للامتحانات يعني مش يعني سنتين اللي هو معترف بيها كجامعات وكده، بس انت ستيل معاك السكور. فلو انت مش محتاجها في حاجة اوفيشال، انت معاك سكور توفل. هو بقى له سنتين بس معاك سكور. ايه الفرق ما بين التوفل والايلتس في العموم؟ التوفل الجديد زي ما بقول هو اقصر بكتير من الايلتس، يعني ده الفرق الشاسع اللي كنت بشوفه ما بين التوفل والايلتس. انت الايلتس انت ممكن تزود عن ساعتين واكتر كمان. التوفل دلوقتي بقى ساعة ونص، والحد ما الامتحانين متشابهين ببعض جدا، لانهم في الاخر امتحانات تحديد مستوى انجلش. فمش هيختلفوا جدا في حتة اللي هو إن كل واحد فيهم في ريدنج وفي سبيكنج وفي رايتنج وفي listening، بس طبعا باختلافات كل امتحان يعني. بيتجهز ليه ازاي؟ زي ما قلت، انا هحط لكم كل ماتيريالز بقى بيوتيوب شانلز، بلينكات ويب سايتس، لو في كتب، كل ده هيتحط في الديسكربشن بحيث ان انتوا تقدروا انتوا تحضروا على يعني بسهوله، وتبقى الماتيريالز ديت كلها تحت ايديكم. سعر الامتحان كام؟ وهل في طريقه ممكن ناخده مجانا؟ لان سمعت انه غالي جدا. سعر الامتحان زي ما قلت هو مثلا من 135 لحد $200، عشان يعني ادي رينج، لان طبعا بيختلف مبدئيا في دوله للتانيه وكمان بالديسكاونت. ف يعني ده الرينج اللي اقدر اديه لكم في الاسعار، بس عادي ممكن يعني لو بسيرش صغير تعرفوا السعر بالظبط في المكان المعين او بالديسكاونت المعين. أه هل ممكن ناخده بالمجان؟ مفيش طريقه ان انت تاخده بالمجان، يعني مثلا من عن طريق ETS، او ان انت مثلا تقدم على فري ويفر او كده. للاسف مفيش حاجه زي كده. وبس كده احنا وصلنا لنهايه حلقتنا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وطبعا كل الماتيريالز هتبقى في الديسكربشن، وهحط لينك كوميونتي واتساب زكاة العلم نشره. الكوميونتي ديت انا موجود فيها، اي حد عايز يسأل على امتحان التوفل او على اي حاجة تانية من الحاجات اللي نزلت على قناة زكاة يقدر ان هو يسألني عادي جدا، وانا لو عندي القدرة ان انا ارد هرد على كل الأسئلة. وبس كده، شكرا.